مساء الخير، انا امل زياده. جايه النهارده اكلمكم. الاول اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العام الجديد، ونتمنى طبعا انه يكون عام اكثر استقرارا، اكثر نجاحا، اكثر تحقيقا لكل الامنيات والاحلام المؤجله والاهداف المؤجله. كنت سعيده الحظ اني ابتديت قراءاتي هذا العام 2024 للمجموعه القصصيه رصاصة بألف عين للكاتب الكردي السوري هوشينج أوسي. الكتاب صادر عن مؤسسة بتانا بالقاهرة. الكتاب بياخدنا في جولة بين سوريا، بلجيكا، وانتهاء بأم الدنيا مصر. الكتاب بيضم 40 قصة. ال 40 قصة انت بتحتار وانت بتقراهم، هل هي الكاتب وهو بيكتبها يعني تلبست روحه روح كاهن بوذي، ولا متشرد في شوارع بلجيكا، ولا شاعر، ولا عربيد اللي هو كان راكب القطر وكان مع الأنسة أو السيدة اللي هو اتعرف عليها دي. الكتاب فيه 40 قصة. ال 40 قصة أحلى من بعضهم. أنا كنت أول ما قريته حقيقي كنت ممتنة جدا للصدفة إن أنا وقعت الكتاب ده في إيدي وقريته. أنا أعرف الكاتب طبعا وفخورة بمعرفتي ليه، ويا رب الكتاب ده يوصل للنهائيات في جائزة الملتقى وياخد المركز الأول. والكتاب القصص فيه كلها مبهرة لدرجة إن أنا فكرت تفكير جدي في إن أنا أخد أي قصة منهم وأشتغل عليها يعني كمنتج سينمائي، يعني إن هي تتحول، أعملها سيناريو إنها تتحول لفيلم. ال 40 قصة ممكن أكبر قصة فيهم تاخد صفحة أو صفحة ونص. الحيثيات اختيار القصص في لجنة الحكم اللي كانت قالتها يعني في اختيار الفائزين في المسابقة دي، قالوا ان هم اختاروا المجموعات القصصية بناء على التكثيف الفكرة واستخدام الألفاظ والمصطلحات الأدبية المبتكرة أو الجديدة أو الموفق. الكاتب الكردي هوشينك مش محتاج ان انا اتكلم عنه كتير، لانه هو حقيقي كاتب روايه مبهر، كاتب مجموعات قصصيه مفيش بعد كده. انا هقرا بس اللي لفت نظري كانت البدايه، اللي هو الاهداء اللي هو كتبه. كان كاتب ايه: الى كتاب وكاتبات القصه القصيره وعشاقها في كل مكان، مع الاعتذار عن التاخر. انا شايفه ان هو فعلا اتاخر كتير على ان هو ينزل لنا مجموعه قصصيه، فانا من هنا بطالب ان هو ينزل لنا مجموعات قصصيه اكتر واكتر واكتر بنفس يعني الابهار اللي انا لقيته في رصاصه بألف عين. كل التوفيق. وهقرا لكم شويه حاجات كده منها. في قصه اسمها، هي بصراحه يعني كل القصص احسن من بعضها، بس في حاجات كده كنت انا وقفت قدامها ولفتت نظري بشكل اكتر. يعني مثلا القصه دي اسمها ايه، معلش بقى عشان النظر: مدينه اصغر سنا من اعمار سكانها. ربما يبدو الوصف غريبا او مضحكا بعض الشيء. مدينه اصغر سنا من اعمار سكانها، ربما يبدو الوصف غريبا او مضحكا بعض الشيء. دي في قصه اسمها كانها لم تكن. انا دي معلمه عليها وكاتبه عليها ان هي مبهرة. كنت يعني من القصص ان انا كنت حطاها في الخطة ان انا اعملها سيناريو وتتعمل حاجة يعني مستقبلا ان شاء الله وربنا يوفق. في قصة تانية اسمها سكرين شوت. هو بيقول فيها، يعني بيقول رأيه فينا على الأقل، يعني بيقول إيه: أما الأدباء والمثقفون فتلك هي مهنتهم المفضلة، صناعة الوهم، والأكثر مهارة وإبداعا بينهم من يتقن فن اختراع الأوهام وتوزيعها. مفيش احسن من كده، يعني اللي هو بيقول ان احنا بنبيع هوا يعني بس جميله، يعني قصه كلها جميله يعني كحدث او كده. طبعا في قصه اسمها 24 ثانيه. 24 ثانيه دي حقيقي الفكره بتاعتها عبقريه. الفكره انا مش هحرقها، بس هي ان كل 24 ثانيه بتظهر تفصيله تفيد القصه او تفيد الحبكه او اللغز اللي في القصه. دي برضو من الحاجات اللي انا كنت مرشحاها ان انا اشتغل عليها كماده للسيناريو وابتدي اشتغل عليها. فيعني بس هو نظرا لضيق الوقت وحاجات كتير بقى، بس هي في الخطه يعني.
القصة هنا في الكتاب فيه قصة برضو لفتت نظري جدا جدا. كانت استخدامه أولا، يعني هو استخدم حيل سردية كتير. فدي كانت حاجة جميلة بالنسبة لي، إن أنا ألاقي حد كاتب قصص قصيرة وبيستعمل فيها حيل السرد المعتاد. أنا كنت معتقدة إن حيل السرد بتبقى موجودة بس فين، في الرواية أو الأعمال الطويلة، الأعمال الأدبية الطويلة. من ضمن القصص الجميلة اللي هي كفكرة أنا شفتها إن هي يعني غاية في العبقرية والإبهار. كانت قصة، أنا مش متذكرة الاسم الحقيقة، بس كانت قصة فيها إن واحد شغال في المزاد، بياخد ملابس الداخلية بتاعة الفنانين وبيعمل عليهم مزادات. الفكرة يعني بتهيألي ما حدش تناولها قبل كده. وبعدين الأحداث تطورت لدرجة إن هو بقى إيه، بقى من أسرى أثرياء العالم. بسبب إيه؟ تجارته في مجرد بس اللي هي إيه، الملابس الداخلية للفنانين اللي ماتوا طبعا يعني. الأحداث بتاعت القصة دي لوحدها تنفع فيلم أو مسلسل على امتداد بقى، لو إحنا بقى على اعتبار إن إحنا خدنا من كل بلد مثلا فنان، يعني وعملنا قصة أو حدوتة على الحاجة اللي إحنا خدناها وعملنا عليها المزاد. أنا بقول للأستاذ هوشنك، أنت أستاذنا، أنت أطلقت الرصاصة دي في 2024، استقرت في قلوب كل القراء في مصر وبلجيكا وسوريا، وأكيد وطبعا في الكويت مدام وصلت الكويت، وأكيد في كل حتة. بتمنى إن أنت يعني تمتعنا، تغمرنا بالمزيد من المجموعات القصصية والإنتاج الأدبي المتنوع. وبالتوفيق، ويا رب يا رب يا رب تاخد جايزة الملتقى.